هنيجي نصورك جوه نادي الزمالك وانت بتتمرن لوحدك، حلو. وهنرفع لك شكوى في الفيفا ونفسخ عقدك. انا خفت، انا لما اتقال لي كده انا خفت، فكنت تاني زعلان عرض. ان يجي حد يمشيني بالسهوله دي. النادي الاهلي نادي كبير، بس انا بعشق حاجه اسمها نادي الزمالك. طيب وانت موجود في الزمالك، مم. الاهلي كلمك؟ اه كلمك طبعا، 3 مرات تقريبا ممكن. 3 مرات؟ وانا بص، المشكله في ايه؟ لو انا هطلع هتكلم واقول في حصل واحد اتنين تلاته، هيطلعوا الاهلاويه يا عم انت كان عندك فكره، انت كنت كداب يالا. كداب اي على. واحد بقى هيطلع يجيب سيره الاهلي عشان يعمل له منظر وايه. اقول لك حاجه، انا يشهد على الكلام اللي انا هقوله الاستاذ خالد ذكري اللي هو كان وكيل كابتن ايمن عبد العزيز ساعتها، تمام. والاستاذ محمد عباس اللي هو الاعلامي اللي هو اه بيقدم تمام. برنامج المنتدى مع النادي. اه طبعا. مره كلموني ساعه، بص انا ممكن ما افتكرش التواريخ قوي، بس تمام. في مره لما انا توقفت من كابتن حسام في ماتش 3-3، حلو. والمره دي كلموني فيها انا قلقت وخفت لما اتقال لي احنا هنخش نصورك جوه نادي الزمالك. لا ازاي؟ لا معلش، واحده واحده. اه هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مين اللي انا كلمك؟ موقوف. مين اللي كلمك؟ وكيل. الوكيل. بص هو حد، أنا مشكلتي ما بعرفش احفظ اسامي، تمام. فانا مش فاكر الاسم بالظبط اللي كلمني. تمام، كان في مشكله معاك مع حسام حسن؟ موقوف، موقوف. ما تمام. بتمرن لوحدي. حلو. فجالي تليفون، وقبليها او بعديها مش فاكر جالي عرضين من السعوديه، الناس ترجع بالذاكره، كانوا كوبري. كوبري. كانوا كوبري المهم اتقال لي هنيجي نصورك جوه نادي الزمالك وانت بتتمرن لوحدك، حلو. وهنرفع لك شكوى في الفيفا ونفسخ عقدك، لان انت عارف ممنوع ان اللعيب المحترف يتمرن لوحده. حلو جدا. بس كده بقى يبقى العرض ملوش لازمه، فهتفسخ الايه؟ العقد، ما هو يعني هتفسخ في عقدك مع في ده الزمالك. وفي ده. اه في الاثنين. انا خفت، انا لما اتقال لي كده انا خفت. خفت ليه؟ اصل مين اللي هيجي يصورني جوه نادي الزمالك؟ ما حد من بره هيخش، امم. ودي كارثه، يخش يصورني كده عيني عينك قدام الناس، يا اما حد من جوه النادي، امم. ودي مصيبه. طب وده كان حد من جوه النادي ولا؟ اقسم بالله ما اللي كان بيكلمني، لا اللي كان هيصورك. اقسم بالله ما انا خفت بقول لك، امم. انا خفت. قلت له بص مع احترامي ليك، انا لو همشي من نادي الزمالك مش همشي بالطريقه دي، بس احترمني جدا لما قلت له كده، قلت له نادي الزمالك ده بيتي واللي انا بحبه، حتى لو همشي يعني بس كان عندك يعني نفسك كنت تلعب في الاهلي؟ لا لا. لا خالص. بس انا كنت موجوع ان كابتن حسام اهلاوي وانا عارف انه اهلاوي يجي يمشيني وانا ابن النادي وانا بحب النادي، وكنت ممكن العب ببلاش، وانا اوريدي كنت بلعب ببلاش يعني يعتبر. هنكمل موضوع كابتن حسام اهلاوي. فكنت تاني زعلان عرض. ان يجي حد يمشيني بالسهوله دي. طب تاني عرض من الاهلي؟ تاني مره ساعه لما بقول لك اتقدم لي عرضين، المرتين دول، اصل مره عن وكيل استاذ خالد ذكري، ومره تانية عن وكيل استاذ محمد مشاري الله يرحمه، الله يرحمه. وابنه حي يرزق يعني، يقدر تمام. لو انا كداب يطلع برضه يكلمني. فجاب لي عرضين من السعوديه. تمام. تالت مره؟ تالت مره كان وانا في المصري، قابلت كابتن خالد بيبو، بس دي المره الوحيده اللي ما تعتبرش يعني كان كلام بس. كلام. كابتن خالد بيبو ساعتها كنا بنلاعب النادي الاهلي وتعادلنا 1-1، وعملت ماتش جامد جدا. امم. ساعتها في نادي الزمالك كلموني بيشوفوني هرجع ولا لا يطمنوا. اه ساعتها في المصري. ساعتها في المصري. وفي النادي الاهلي كابتن خالد بيبو لما كلمني قال لي النادي الاهلي وبطولات ومش بطولات، وكابتن خالد بيبو حي نورزك. قلت له بص يا كابتن خالد، يعني ما حدش، النادي الاهلي نادي كبير، بس انا بعشق حاجه اسمها نادي الزمالك. امم. حتى مستر كامل ابو علي بعد ماتش الاهلي ده برضه قال لي انا عايز اشتري العقد بتاعك من نادي الزمالك. امم. فانا ما كنتش خبيث، فبيقول لي اعمل ايه؟ قلت له خلاص انا مش بمزاجي ده، ارجع لنادي الزمالك لو هم وافقوا خلاص، يعني هعمل ايه؟ الناس عايزين يبيعوني هقول لهم لا. امم. قال لي لا انا عايزك انت قول لي اكمل وادوس واشتريك باي مبلغ، انا ممكن ادفع اي رقم، فاشتريك ولا ما اتكلمش. فانا المفروض كنت اقول له ايه؟ يلا، وانا عارف ان نادي الزمالك مش هيبيعني برضه، فانا لو خبيث شويه كنت اقول له ايه ماشي. فقلت له لا، ما انا بصراحه نفسي ارجع نادي الزمالك.